أهلا وسهلا بكم في قناة أخبار الويب المغربي. حادث يخلف 3 قتلى بإقليم تارودانت. وقبل الخوض في التفاصيل، لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيلكم زر الجرس ليصلكم كل جديد. لقي 3 شباب مصرعهم يوم الاثنين على إثر حادثة سير وقعت على الطريق الرابط بين ولاد سعيد والقصيبة على مستوى تراب جماعة أهل الرمل قرب ولاد تيمة في إقليم تارودانت. ونجمت الحادثة المميتة عن اصطدام قوي بين سيارة خفيفة كانت تقل المفارقين للحياة للمشاركة في دور محلي لكرة القدم وبين شاحنة من الحجم الكبير. وبتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بأكادير، نقلت جثامين الشباب ال3 إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي من أجل إخضاعها لإجراءات التشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة قبل تسليمها إلى ذوي الحقوق. وفتح الدارك الملكي تحت إشراف النيابة العامة المختصة تحقيقا دقيقا لمعرفة كافة الملابسات والظروف المحيطة بالحادث وتحديد المسؤوليات موازاة مع الاحتفاظ بسائق الشاحنة تحت تدبير الحراسة النظرية. مصرع أسرة صغيرة في اصطدام شاحنة بسيارة خفيفة بين بني ملال وقلعة السراغنة. تحول مساء يوم الاثنين 7 يونيو إلى لحظة مفجعة بعد حادث سير مروع أودى بحياة 3 أفراد من أسرة واحدة إثر اصطدام عنيف بين شاحنة مخصصة لنقل البضائع وسيارة خفيفة كانت تقل الضحايا على الطريق الوطني رقم 8 بين جماعتي ولاد بوعلي وواد عبيد. الضحايا وهم زوجان وطفل صغير لقوا حتفهم في مكان الحادث بعد أن صدمتهم الشاحنة القادمة من بني ملال باتجاه قلعة السراغنة في حادث وصف بالمأساوي خلف حالة من الذهول وسط السائقين والمارة. التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة المفرطة كانت السبب الرئيسي وراء هذا الاصطدام القاتل الذي يعيد مجددا النقاش حول السلامة المرورية. السلطات المختصة هرعت إلى عين المكان فور إشعارها، حيث تم نقل جثامين الضحايا إلى مستودع الأموات وفتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة لتحديد المسؤوليات وظروف الحادث بدقة. انقلاب شاحنة يرسل 4 أشخاص للمستعجلة بالقصر الصغير. لقيت طفلة يوم الجمعة مصرعها، فيما أصيب 4 أشخاص آخرين بجروح متفاوتة الخطورة جراء انقلاب شاحنة من الحجم الكبير بدوار الزهارة التابع لجماعة القصر الصغير. وحسب المعطيات فإن سائق الشاحنة فقد السيطرة على المقود، ما تسبب في انقلابها بأحد المنحدرات المتواجدة بالمنطقة. وجرى نقل المصابين على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية، فيما جرى نقل جثة الطفلة إلى مستودع الأموات. وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات الحادث، خاصة فيما يتعلق بوضعية الشاحنة وطبيعة وجود الأطفال في محيطها.